ومرت الأيام بسرعة واتحقق كلام يوسف بالحرف. عدت 7 سنين خير ورخاء، يوسف كان بيشتغل فيهم ليل نهار، بنى مخازن صوامع وملاها قمح وشعير، ومحدش في مصر جاع. وبعدهم هجم الوحش اللي يوسف حذر منه، ال7 سنين العجاف. المطر وقف والأرض نشفت والجوع ضرب الدنيا كلها، مش بس مصر، حتى بلاد الشام اللي عايش فيها نبي الله يعقوب وإخوة يوسف. الناس بدأت تسمع إن مصر فيها عزيز وزير حكيم مخزن قمح، فبدأوا يسافروا له عشان يشتروا أكل لعيالهم. ومن ضمن اللي سافروا كانوا مين؟ إخوة يوسف ال10، وسابوا بنيامين الأخ الصغير مع أبوهم عشان خايف عليه. وقف الإخوة في طابور طويل قدام قصر العزيز، ولما جه دورهم دخلوا عليه. وهنا حصلت اللحظة اللي يوسف استناها سنين. أول ما عين يوسف وقعت عليهم قلبه انقبض. دول دي نفس الوشوش اللي بصت له بقسوة وهو في البير. يوسف عارفهم، لكن له منكرون، يعني مش عارفينه خالص. أصلاً مستحيل يتخيلوا إن الطفل اللي رموه زمان يبقى هو الملك اللي قاعد قدامهم في العز والهيبة دي كلها وبيتكلم لغة المصريين. يوسف حب يختبرهم ويستدركهم في الكلام عشان يطمن على أبوه وأخوه الصغير، فسألهم كأنه ما يعرفهمش: انتوا مين وجايين منين؟ قالوا: احنا رعاة من أرض كنعان وجينا نشتري قمح. سألهم: عندكم إخوات تانيين؟ قالوا: كنا 12 أخ، 1 راح يقصدوا يوسف، و1 سبناه مع أبونا لأنه بيحبه جدا وبيخاف عليه. يوسف قلبه رفرف لما سمع سيرة أخوه الشقيق بنيامين، وقرر إنه لازم يشوفه، فأكرمهم جدا وادالهم قمح كتير، بس قال لهم شرط حاسم: أنا المرة دي اديتكم الأكل، بس المرة الجاية مش هتاخدوا مني حبة قمح واحدة إلا بشرط تجيبوا معاكم أخوكم اللي عند أبوكم ده عشان أتأكد إنكم صادقين ومش جواسيس. وعمل حركة ذكية جدا تدل على كرمه وذكائه. أمر العمال إنهم ياخدوا الفلوس اللي الإخوة دفعوها تمن القمح ويحطوها تاني جوه شنطهم من غير ما يحسوا، عشان لما يرجعوا لبلدهم ويفتحوا الشنط ويلاقوا فلوسهم رجعت يعرفوا إن العزيز ده كريم، ويضطروا يرجعوا تاني عشان يردوا الجميل ويجيبوا أخوهم معاهم. رجعوا الإخوة لأبوهم سيدنا يعقوب فرحانين بالأكل، بس شايلين هم كبير. إزاي هيقنعوه ياخدوا بنيامين؟ قالوا له: يا أبانا، العزيز أكرمنا جدا، بس منع عننا الكيل المرة الجاية إلا لو أخونا جه معانا. ارسله معنا وإحنا هنحافظ عليه. سيدنا يعقوب رد عليهم بقلب مجروح وفكرهم بالماضي الأليم: هل آمنتكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه يوسف من قبل؟ الله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. رفض تماماً. بس لما فتحوا الشنط لقوا المفاجأة. يا أبانا، بص، دي بضاعتنا وفلوسنا رجعت لنا تاني. الراجل ده كريم وأمين، لازم نروح له تاني ونمير أخلنا، نجيب أكل، ومش هنعرف من غير أخونا. وبعد إلحاح طويل وأمام ضغط الجوع والحاجة وافق سيدنا يعقوب، بس بشرط أخد منهم ميثاق، يعني عهد وقسم غليظ بالله إنهم يرجعوه إلا لو هلكوا كلهم. وودعهم بنصيحة أبوية: يا بني، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، عشان خايف عليهم من الحسد والعين، لأن هيئتهم كانت جميلة وقوية. وصلوا مصر ودخلوا على يوسف.
يوسف استقبلهم وعملوا وليمة كبيرة، وقعد كل اتنين مع بعض على مائدة. فبقى بنيامين لوحده وبكى لأنه افتكر أخوه المفقود يوسف. هنا يوسف ضمه إليه وأخده في مكان لوحده بعيد عن العيون، وكشف له السر الكبير. قال له بصوت حنين: إني أنا أخوك فلا تبتئس، ما تزعلش من اللي عملوه فينا زمان. واتفق معاه على خطة عشان يخليه يفضل معاه في مصر وما يرجعش معاهم دلوقتي، من غير ما حد يعرف الحقيقة دلوقتي. العمال جهزوا الجمال بتاعة الإخوة بالقمح، وبأمر من يوسف حطوا السقاية اللي هي كاس الملك الذهب الغالي جوه شوال بنيامين من غير ما يحس. وأول ما القافلة اتحركت نادى منادي بصوت عالي: أيتها القافلة إنكم لسارقون. الإخوة وقفوا مصدومين: إحنا حرامية. قالوا بكل ثقة: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الحراس قالوا لهم بذكاء: طب لو لقينا الكاس عند حد فيكم إيه جزاؤه؟ الإخوة ردوا بناء على شريعتهم هم، شريعة بنيامين: اللي نلاقي المسروق عنده يتاخد هو نفسه عبد عندكم. وده اللي كان يوسف عايزه، لأنه لو طبق قانون مصر كان السارق هيتجلد بس ويغرموه، لكن يوسف كان عايز يخلي أخوه جنبه قانونياً. بدأ الحراس يفتشوا الشنط، فتشوا شنط الإخوة الكبار الأول عشان يبعدوا الشك، مفيش حاجة. وفي الآخر وصلوا لشنطة بنيامين، فتحوا الشوال وطلعوا الكاس الذهب. الصدمة نزلت كالصاعقة على الإخوة، نكسوا رؤوسهم من الخزي. أما يوسف فكان بيراقب من بعيد، ونجحت خطته إنه يضم أخوه لحضنه بالحلال والقانون. الإخوة بقوا في موقف لا يحسدوا عليه. الكاس طلع في شنطة بنيامين. حاولوا يستعطفوا العزيز يوسف وقالوا له بكسرة نفس: يا أيها العزيز، الولد ده ليه أب شيخ كبير وعجوز وهيموت من الحزن عليه، بالله عليك خد أي واحد فينا بداله وسيبه يمشي. يوسف رد بحزم وهو كاتم دموعه: معاذ الله، إزاي ناخد حد بريء بذنب غيره؟ كده نبقى ظلمة. وقفل الكلام وأخد بنيامين معاه. هنا الأخ الكبير روبيل حس بالعار وقال لإخواته: أنا مش راجع لأبويا، أنا اديته عهد الله وخالفته، ومكسوف منه بعد ما ضيعنا يوسف زمان ودلوقتي بنيامين. ارجعوا انتوا وقولوا له الحقيقة المرة، وأنا هفضل هنا لحد ما أبويا يأذن لي أو ربنا يحكم ليه. رجعوا لسيدنا يعقوب وحكوله اللي حصل: يا أبانا، ابنك سرق واحنا مش بنكذب، اسأل القافلة. سيدنا يعقوب القلب المؤمن حس إن دي لعبة تانية من القدر أو ابتلاء جديد، فقال بوجع: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل. بس المرة دي أضاف جملة مليانة أمل عجيب: عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً. يجيب لي يوسف وبنيامين والأخ الكبير. ومن كتر الحزن والبكاء وكتمان الوجع حصلت مأساة، وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. عينه راحت منها النور وبقى كفيف من كتر العياط على يوسف. لسه فاكر يوسف؟ أيوة، قلبه كان حاسس إنه عايش. ولما أولاده لموه وقالوا: أنت هتفضل تفتكر يوسف لحد ما تموت، رد الرد الخالد: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأمرهم يرجعوا مصر تاني، ومش بس يطلبوا أكل،
لا، قال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، دوروا عليهم ولا تيأسوا من روح الله. دخلوا على يوسف المرة دي وحالهم يصعب على الكافر، فلوسهم خلصت وجايبين بضاعة رديئة مزجاه يبدلوها بأكل، ووقفوا قدامه يتوسلوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. كلمة تصدق علينا دي وجعت قلب يوسف قوي، إخواته مكسورين قدامه. هنا ما قدرش يمسك نفسه أكتر من كده، اللحظة حانت، رفع القناع الملكي واتكلم بصوته القديم وسألهم السؤال اللي نزل عليهم زي الصاعقة: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ السكوت عم المكان. إيه ده؟ هو عرف منين اسم يوسف؟ ومين بيجرؤ يكلم العزيز كده إلا لو كان؟ بصوا في ملامحه كويس، دقنه، عينيه. صرخوا بصوت واحد وبذهول: أئنك لأنت يوسف؟ ابتسم والدموع في عينه وقال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. الإخوة انهاروا من الكسوف والندم: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بس يوسف المعلم الكبير في التسامح طمنهم في نفس اللحظة: لا تثريب عليكم اليوم، مفيش لوم ولا عتاب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سيدنا يوسف بعد ما سامح إخواته كان لازم يلحق أبوه اللي عينه راحت من الحزن. قلع قميصه، وللمرة التالتة القميص يكون ليه دور في القصة، مرة كذب بدم ومرة دليل براءة من ظهره، والمرة دي دواء وبشارة. واداه لإخواته وقال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيراً، هيرجع يشوف تاني، وهاتولي أهلكم كلهم وتعالوا مصر. القفلة لسه خارجة من بوابة مصر، وسيدنا يعقوب قاعد في بلده بعيد جداً في الشام. فجأة رفع راسه وشم الهوا وقال للي حواليه: إني لأجد ريح يوسف، لولا تفندون، لولا أنكم هتقولوا علي خرفت وكبرت. إلا قاعدين قالوا له بأسى: تالله إنك لفي ضلالك القديم، لسه عايش في الوهم يا يعقوب. لكن البشير وصل، رمى القميص على وش سيدنا يعقوب، وفجأة المعجزة حصلت. سيدنا يعقوب فتح عينه وشاف النور تاني بعد سنين من الضلمة، وقال لهم بفرحة ويقين: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ اتحركت العيلة كلها، سيدنا يعقوب وزوجته والأولاد وأحفادهم، وسافروا كلهم لمصر. أول ما وصلوا، سيدنا يوسف خرج يستقبلهم بنفسه في موكب مهيب يليق بيهم. يوسف أخذ أبوه وأمه ورفعهم جنبه على العرش وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي اللحظة العظيمة دي، الأب الشمس، والأم القمر، وال11 أخ الكواكب، كلهم نزلوا سجدوا ليوسف سجود تكريم وتشريف، وده كان جائز في شريعتهم وقتها. يوسف بص للمشهد ده وافتكر الحلم اللي شافه وهو طفل صغير، فقال بتأثر شديد: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا.